السلام عليكم ورحمه الله. ماده الاحياء في الاول كده انا الحمد لله وبفضل ربنا جبت في الاحياء 9560 وده كان يعتبر اعلى درجه باين على مستوى المدرسه بتاعتنا او مستوى الاداره على ما اعتقد يعني. فانا اعرفك طريقه مراجعتها بالتريكات والحاجات كلها اللي انا عملتها وبمعنى صح هعرفك انا راجعتها ازاي. تمام. بس انا عايز اعرفك حاجه، بما ان بقى اخر امتحان اوعى ابدا تحس ان شغفك قل ومعلوماتك قلت. عارف لو حاسس بكده قوم عاوز كده تغير جو وخد شاور كده، صلي ركعتين، اقرا شويه قران عشان عايزين نختمها على خير. طول ما شغفك موجود صدقني ربنا هيكرمك واتعب لاخر لحظه، حتى لو حاسس ان اللي فات مش كويس. لو احنا فضلنا واثقين لاخر لحظه ان ربنا هيكرمنا، ربنا ان شاء الله هيكون عنده حسابات تانية لنا. فكوبايه قهوه كده يا معلم، انا مش عملتش كوبايه قهوه لا بصراحه يعني، مع ورقه وقلم كده عشان نقعد نركز مع بعض كده في اللي انا هقوله. تمام. انا كنت راجعت الاحياء في 3 ايام بس، لان دي كانت الايام الموجوده لنا لمراجعه الماده ديت. فانت يعتبر ليك ايام يعني ما شاء الله يعني كبيره شويه، زائد ان اي حد يقول لي انا الفتره اللي فاتت ما ذاكرتش او ما رجعتش راجعتها او ما راجعتهاش حلو، ما تقلقش خالص، لان انا كنت خطتي او مراجعتي كانت عباره عن 3 ايام بس. تمام. فما تقلقش خالص في النقطه ديت. اول حاجه كده عايزين بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الله واحنا في الامتحان ايه اكبر فصل بيكون عليه اسئله وعليه درجات؟ انت طبعا زمانك عارف واللي مش عارف، فصل التكاثر اكبر فصل عندنا في المنهج شويه، دي بيجي عليه 18 درجه. وبعدين عندنا فصل المناعه اللي هو يعتبر اصعب، الفصل اللي بيجي منه اصعب الاسئله بيبقى فصل المناعه، الفصل اللي بيجي منه اكتر اسئله بيبقى فصل التكاثر. تمام. فانا عايزك بص في فصل التكاثر فصل المناعه انا عاوزك تكون بنسبه 200% مركز، 200% باور، لانك حرفيا لو ركزت في الفصلين دول الباقي كله هيكون سهل جدا ان شاء الله. تمام. طب احنا كده عرفنا ممكن الامتحان يكون على ايه. طب ايه رايك يا عبد الله بقى وانا صح قول لي مراجعتك كانت عامله ازاي؟ بص يا جماعه مش هكدب عليكم، انا كنت نسيت الاحياء كلها تقريبا، لان كانت اخر مره راجعتها من شهرين وانت اكيد زي يعني انتوا شهرين تقريبا. فاللي هو يا جماعه الو انا مش فاكر اي حاجه من التكسر، مش فاكر اي حاجه من المناعه، اللي هو انا ايه ده بقى، عايزين نعمل استرجاع كبير شويه. بصوا بقى انا مراجعتي كانت عامله ازاي. انا هقول لكم رتم مراجعتي زائد برضو تريكات، فانت ممكن تستفاد منه مش شرط تطبقه بالظبط. انا لما بدات مراجعتي كنت بدات مراجعتي من كتاب التفوق شرح، ده كان مصدر مراجعتي والله العظيم احلى كتاب عندي طول السنه. لو انت عندك كتاب الامتحان شرح مفيش مشكله، المهم ده كان مصدر مراجعتي. انا هتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، خد مني الكلام اللي يفيدك طبقه مش شرط بالنص. كنت بصوا من الجلده للجلده راجعت كتاب التفوق احياء من كل التفاصيل، مع انه كنت ناسي كله، من جلده للجلده خلال 3 ايام نمت فيهم بالظبط 12 ساعه او 7 ساعات مش هكدب عليكم. كنت رحت الامتحان مطبق وحرفيا كنت داخل الامتحان مش مركز، بس الحمد لله شربت كوبايه قهوه بالامتحان. اذا الفكره انا ادركت حاجه، اللي انا لما اضغط على نفسي بجد واكون ناوي ان انا هموت في الامتحان او عايز اذاكر حلو، حرفيا تقدر تذاكر فترات كبيره. فانت خد عهد على نفسك ان اليومين الجايين انا هذاكر اقصى ما في جهدي. تمام. انا كنت ذاكرت تقريبا 300 صفحه، كل صفحه قراتها بتفاصيلها كل حاجه، حليت الاسئله اللي موجوده في كتاب التفوق ذات نفسه اللي هو الشرح. انت معاك كتاب الامتحان شرح راجعه من الجلده للجلده. انا ممكن اقول لك حاجه، هقول لك تجربتي في المراجعه. تمام. والله بمنتهى الصراحه ذاكرت كتاب التفوق زي ما قلت لك من الجلده للجلده بالتفاصيل تقريبا 306 صفحه او 300 صفحه، كل صفحه قراتها بتفاصيلها وحليت على الاسئله خلال 3 ايام زي ما قلت لك. دي كانت مراجعتي. بس انا مش هطلع اعمل لك تفاصيل تافهه، كنت بجيب بتاع وبعمل بتاع وبخش يمين وبخش شمال، والله ده اللي حصل بمنتهى المصداقيه. ناسي المنهج بتاعي، اقسمت ان انا اخلصه في 3 ايام، ومش هكدب عليك ما لحقتش احل شوامل كتير الا تقريبا شامل او امتحانات السنين اللي فاتت ده بس اللي انا حليته. والله بمنتهى الصراحه ومنتهى المصداقيه انا حليت في الفتره بتاعت الامتحان دهيت اقسم بالله لا يتجاوز الامتحان او 3 بس. فهمتني؟ ممكن تسمع محتاج تقرا كذا ومحتاج تاخد تريكات ومحتاج تعمل حاجه، لا انت مش محتاج، انت محتاج حاجتين واحده بس، صلي واعمل اللي عليك، اقفل باب الاوضه عليك وذاكر من الجلده للجلده بالتفاصيل. لو انت بتقول ما حليتش امتحانات شامله، انا كنت في الفتره ديت تقريبا والله العظيم هم امتحانين و3 بس. الموضوع سهل، الموضوع مش معقد. انت لو عايز تعقده على نفسك، انت اللي بتقول انا محتاج اعمل واتنطط واعمل، الموضوع مش محتاج اي حاجه من ديت. والله يا صديقي الموضوع محتاج انك تقفل باب الاوضه عليك، تصلي ركعتين لربنا، تقرا شويه قران وتاخد الكتاب تبدا تشتغل عليه بس. في الانجليزي ممكن اقول لك تريكات ماشي، في الفيزياء اقول لك ماشي اعمل كذا، في الكيمياء جهز معادلات وكده، لكن والله هي دي المطلوب في ماده الاحياء. في فيديو ليفل الوحش حرفيا انا عامله لك قبل الامتحان بيوم، هقعد معاك مش عبد الله كدكتور عبد الله، هجمع لك كل
التريكات الموجوده في الاحياء من الجلده للجلده بقى المره دي هجيب لك كل تسجل معايا تمام. ده انا بقى ناوي ان شاء الله اعمله لكم. دي بالنسبه للتريكات. بس انا بقول لك دلوقتي هكرر تاني وحس بالملل معايا وقول لي انت بتكرر كلامك، بس انا هكررها تاني وهكررها تالت. اقفل الاوضه عليك، صلي ركعتين لربنا، اقرا شويه قران، وابدا من جلده للجلده للكتاب. بس عايز اعقد لك الامور. انت محتاج تعمل في المعادلات، انت محتاج ترسم رسومات، انت محتاج تعمل، انت محتاج تسمع فيديو المستر كذا، انت محتاج تسمع فيديو المستر كذا، انت محتاج تعمل كذا، لازم تتابع مستر كذا، لازم تتابع لايف مستر كذا. لا، انا ما تابعتش ولا مستر واحد في ليله الامتحان. قفل الموضوع. بس شفت الموضوع سهل ازاي؟ شفت؟ بس هو ده اللي انا قلته. 3 ايام قدرت اخلص الماده كامله، ضغطت على نفسي وخلصتها. استنى فيديو ان شاء الله. الامتحان بتاعكم هيكون قبله بيوم، يعني مثلا كان الامتحان مثلا يوم معين، قبله بيوم الساعه 11 الساعه 12 الظهر هكون منزل لك كل ما يتعلق بالاحياء من الجلده للجلده بالتريكات بكل حاجه، وانا هكون معاك بشرحها. الفيديو ممكن يكون مدته لنص ساعه، ومش هيكون من عبد الله، هيكون من دكتور عبد الله. يعني بتسميني صاحبي، يعني مش احنا مش غرب على بعض. واحلى حاجه بحبها انا اطلع اتكلم بعفويه، دي احلى حاجه بحبها في القناه ديت، بتكلم بعفويه وبراحتي. اي حد عنده فصل مش فاهمه او حاسس ما ذاكرش من الاول يسمع مثلا شرح المستر الدكتور احمد الجاري او الدكتور محمد ايمن، يسمع مثلا شرح الفصل دوت اللي هو مراجعته على السريع، ويبدا يشتغل زي ما قلت لك من الجلده للجلده. هو ده الاستراتيجيه بتاعتي. تمام؟ اوعدني بس دلوقتي انك لما تقفل الفيديو هتقفل كل السوشيال ميديا اللي عندك، اقفل باب الاوضه عليك، صلي ركعتين لربنا، اقرا شويه قران، وابدا مذاكرتك للماده ديت باقصى جهد ليك. اتعب، كوبايه قهوه، عاوز اليوم بتاعك يقفل على 3 4 ساعات نوم، 3 ساعات نوم. بس ده اللي مطلوب منك دلوقتي. تمام؟ وعد كالعاده طبعا. وعد. اللي يعمل معايا كده عرفني في الكومنت. حاجه تافهه بصراحه. انا متحمس جدا. انا حاسس اني متحمس اكتر منكم يا شباب الثانويه العامه ولا ايه؟ اصحوا كده، اصحوا معايا. قوم صلي واقرا شويه قران وابدا مذاكرتك. ما تعقدش الموضوع. ربنا شايف تعبك، ربنا شايف انت دي تعبت الفتره ديت وما غشيتش زي الناس. تمام؟ اختم على خير. استنوا فيديو يوم اللي هيبقى قبل الامتحان، فيديو محترم ان شاء الله. سلام. متنساش الكومنت، متنساش اللايك، متنساش السبسكرايب. سلام. اقفل الفيديو. سلام.